السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو خفيف ظريف ديال البقولة، الطريقة باش طيبتها ملي مشيت للعروبية مع خالتي. المهم الخبيزة زوينة طرية، قلعتها من وسط الفول، غسلتها قطعتها، راه كلشي تيعرف يقطع الخبيزة. وداك الورق ديالها درت بيه البين ولعبنا شويه مع الوليدات الصغار. قطعت حامضه باش غادي نديرها مع الخبيزه، حتى هي من شجره الحامض من عندهم في البلاد. درت الخبيزه تطفور في الكسكاس، ودرت معها دوك جوج طريفات ديال الحامض، ودرت معها الملحه، ودرت معها دوك ضريصات ديال الثومه ما منقينش بقشورهم. صافي خليتها حتى طابت على خطرها، صافي هزيتها، حكيت عليها، درتها في الكاميله صغيره، وحكيت عليها شويه ديال الثومه، جوج دروس ديال الثومه زدتهم على هذيك اللي فورت معاها. انا كتعجبني الثومه تكون مجهده، هذيك كدير بنه زوينه فيها، وهذه حتى هي خلاص حتى هي تجي بنه زوينه، الثومه طريه. صافي زدت عليهم العطريه الاخرى اللي غادي ندير. زدت زيت الزيتون. شوف دابا هنا الثومه اللي طريه، والثومه اللي درت معاها فارت، زدت عليها زيت الزيتون. الخبيزه ضروري زيت الزيتون. ودرت معاها واحد الطريف ديال الحامض من دوك اللي فاروا معاها في البرمه في الكسكاس. زدت عليها الكمون، زدت شويه تحميره، داك شويه اللي كان بقى في القرعه. صافي زدت عليها شويه الملحه، حيت الملحه درتها قليله ملي بغات تفور. صافي وزدت شويه تحميره حاره. صافي وشحرتهم واحد شويه. راه الخبيزه طايبه، كلشي طايب، صافي شحرتهم غير شي شويه، وزدت عليهم شويه الحامض، عصير الحامض. صافي وشحرتهم مزيان حتى انسجمات ديك العطريه مع الخبيزه. صافي ودرتها قدمتها، جات فنه، جات رائعه. جربوا الخبيزه، كنصحكم جربوا الخبيزه بهذه الطريقه. فوروا معها الحامض وفوروا معها الثومه، وحتى الفلفله الا كنتو كتبغيو الفلفله معاها فوروها معاها، كتجي رائعه. وقدموها مع الزيتون ولا الحامض مصيار، ولا طري الحامض عادي كما درت انا. داك الحامض اللي فار معاها درتو معاها في التقديم، وجات فنه رائعه. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال والظروف.